قبل ما يبدأ الفيلم بتاعنا ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ملخص جديد هننزله، وما تنساش تصلي على النبي. بيبدأ الفيلم في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي بالرائد دانيال وزمايله، وبيكونوا بيبدأوا يومهم بشكل طبيعي، وبيكونوا بيراقبوا كل التحركات اللي بتحصل في المناطق اللي تحت سيطرتهم. وفي مكان تاني بنشوف واحدة اسمها أوليفيا وهي مع ابنها وجوزها في البيت، وبنعرف وقتها إن أوليفيا بتشتغل موظفة في البيت الأبيض، وبسبب طبيعة شغلها ما بتقدرش تروح تودي ابنها للدكتور، وبتطلب من جوزها يوديه للدكتور ويبقى يطمنها عليه باستمرار. وبنرجع تاني للرائد دانيال وزمايله، واللي فجأة بيلاحظوا ان في صاروخ نووي عابر للقارات بيكون طاير فوق المحيط الهادي، والمشكلة ان الصاروخ ده مجهول الهوية ومش معروف مكان اطلاقه. ووقتها الكل بيفتكروا ان ده مجرد اختبار سري للجيش، وده لان انظمة الانذار المبكر ما اشتغلتش ولا ادت تحذير بالخطر. وفي الاول ما بيكونش واضح اذا كان ده اختبار ولا هجوم محتمل، ولكن بسرعة بيكتشفوا ان الصاروخ ده بيشكل تهديد حقيقي، ومش عارفين هل تم اطلاقه من البر ولا من البحر. ولكن مسار طيران الصاروخ بيحدد ان في ضربة هتحصل على اراضي الولايات المتحدة، وان الصاروخ متجه للاراضي الامريكية وبالتحديد لولاية شيكاغو. وبنروح لغرفة الازمات اللي في البيت الابيض، وبنشوف اوليفيا وهي بتوصل لمكتبها، وبتتفاجئ ان الامور هناك متوترة جدا، وبيظهر ان كل الموظفين بيتابعوا موضوع اطلاق الصاروخ ده بقلق وتوتر. وبتفضل اوليفيا مع زمايلها يراقبوا التهديدات المحتملة، وبيحاول وقتها رئيسهم اللي اسمه ميلر ان هو يهديهم، وبيقول لهم ان الصاروخ ده مجرد اطلاق تجريبي لقمر صناعي، ولكن حصل خطأ في الاجراءات ومحدش بلغهم، وان الصاروخ ده خرج عن مساره المحدد. ولكن كلامه ما بيكونش كفاية علشان يطمنهم، خصوصا بعد ما بيعرفوا وقتها ان الصاروخ قدامه اقل من 18 دقيقة ويدمر ولاية شيكاغو بالكامل. وبيعرفوا كمان ان التقديرات بتقول ان في اكتر من 9 مليون شخص ممكن يموتوا. ووقتها بتعمل اوليفيا مكالمات فيديو مع كل قادة الجيش، وبتعرفهم بكل التفاصيل اللي وصلت لها. والغريب ان محدش فيهم بيكون عنده اي معلومة عن مصدر الصاروخ، وكل اللي بيتقال وقتها مجرد تخمينات مش اكتر. وبتضطر اوليفيا هي وزمايلها يعملوا اتصالات على مستوى العالم، وده علشان يعرفوا مصدر اطلاق الصاروخ. وساعتها الحكومة الروسية بتخلي مسؤوليتها عن اطلاق الصاروخ، فبيخمنوا ان هو ممكن يكون جاي من الصين او كوريا الشمالية، او ان اعدائهم اللي في الشرق الاوسط زي ايران وباكستان يكونوا ورا الهجوم ده. ولكن بيتفاجئوا ان مفيش معلومات بتأكد علاقة دولة محددة باطلاق الصاروخ. وفي اللحظة دي بتحصل حالة طوارئ في كل مكان في امريكا، وبيفعلوا خطة الإخلاء لكل المسؤولين المهمين في البيت الأبيض وكمان في مقر وزارة الدفاع. ووسط اللي بيحصل ده بنلاحظ إن أوليفيا متوترة لأن ابنها تعبان وعنده الدكتور، فبتتصل بجوزها وبتطمن على ابنها. وساعتها جوزها بيقلق لما بيلاحظ ان هي متوترة، ولكن اوليفيا بترفض تقوله اي حاجة عن اللي بيحصل، وبتطمنه عليها وبتنهي المكالمة. ولكن بعدها دموعها بتنزل غصب عنها، وده لان هي عارفة ان رد الحكومة الامريكية في الحالات دي هيكون بالرد النووي، وبالتالي هتتعرض امريكا لهجمات نووية مضادة. وبتكون اوليفيا خايفة على جوزها وابنها، ولكن بتتملك اعصابها بسرعة وبترجع تكمل شغلها، خصوصا ان باقي اقل من 8 دقايق والصاروخ يضرب شيكاغو. وفي اللحظة دي بنشوف ان منصات الصواريخ في الكتيبة بتتفتح، وبيتم اطلاق صاروخين لاعتراض الصاروخ المجهول. ووقتها الكل بيراقبوا الشاشات بخوف وقلق كبير، وبيتصدموا لما بيعرفوا ان الصاروخ الاعتراض الاول فشل في اصابة الصاروخ، وده لان الصاروخ بيتحرك بسرعة كبيرة. وساعتها اوليفيا بتحاول تطمن زميلها ديفيز وبتقوله ان الصاروخ التاني هيسيب الهدف، ولكن الصاروخ التاني بينفجر بعيد عن الصاروخ العابر للقارات. وهنا الكل بينهاروا وبيكونوا محبطين بسبب اللي حصل، لان خلاص مفيش مفر من ان الصاروخ يضرب ولاية شيكاغو. وبنشوف وقتها الدموع في عيون الجنود الكتيبة واللي بيكونوا قاعدين في اماكنهم ومستنيين الكارثة تحصل، لدرجة ان دانيال بيسيب مقر الكتيبة وبيخرج بره لانه مش قادر يتحكم في اعصابه. وفي نفس الوقت ده بنشوف المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية في مؤتمر صحفي، وبتقول للصحفيين إن مفيش معلومات مؤكدة عن التهديدات المحتملة، وبتعرفهم إن الرئيس موجود في مكان آمن. وفجأة بتنتشر القوات الخاصة في المكان، وساعتها سكرتيرة الرئيس بتسأل واحد منهم عن اللي بيحصل، فبينصحها إن هي تهرب من المكان بسرعة. وفي الأثناء دي بنشوف مسؤولة في إدارة الطوارئ اسمها كاتي، وبتكون قلقانة بسبب اللي بيحصل، وبتفضل تتابع الموضوع باهتمام شديد، وبتتعصب لما بتعرف إن مفيش أي طريقة يدمروا بيها
الصاروخ. ده غير ان هو لسه محدش عارف مين اللي ضربه اصلا، ولكن فجأة بتعرف ان هي لازم تنتقل لمخبأ حكومي لان هي من الشخصيات الهامة. وبيظهر ان كاتي مش عايزة تمشي، ولكن زميلها مايك بيطمنها وبيعرفها ان ده اجراء احترازي ولازم يتم، وبيطمنها ان هو هيتولى مسؤولية المكان اثناء غيابها. وفي البيت الابيض بيتم اخلاء ميلر رئيس اوليفيا لمكان امن، وساعتها ميلر بيكلف اوليفيا بان هي تتابع اللي بيحصل. ومع ان اوليفيا بتكون متوترة وشايفة ان دي مسؤولية كبيرة عليها، الا ان ما بيكونش قدامها حل تاني غير ان هي توافق. وبعدها بتبدأ اوليفيا تتواصل مع مسؤولين كبار في البيت الابيض وبتعرفهم بالتفاصيل اول باول. ووقتها زميلها ديفيس بيكون باين عليه القلق والتوتر، وبيخرج من المكتب وبيمسك تليفونه وبيتفرج على صور عيلته وكان هو بيودعهم. وبنروح لمقر عمليات القيادة المركزية للجيش الامريكي، وبنعرف ان المقر ده هو مركز اطلاق الصواريخ النووية. وساعتها بيوصل الجنرال انطوني وبيعرف اخر تطورات الوضع، وبيؤمر فورا باطلاق صاروخ احتراضي على امل ان الصاروخ ده يقدر يدمر الصاروخ اللي في الجو قبل ما يوصل لولاية شيكاغو. وبكده انطوني بيحاول يتجنب استخدام اي سلاح نووي. واثناء تفعيل امر الاطلاق بيتواصل انطوني مع وزير الدفاع شخصيا، واللي بيتصدم لما بيعرف ان ولاية شيكاغو بتتعرض لهجوم نووي، وده لان بنته كارولين عايشة هناك. وبعدها بيتصل انطوني بنائب مستشار الامن القومي اللي اسمه جيك، واللي اول ما بيعرف اللي بيحصل بيروح على المخبأ الامن بسرعة. وهناك بيطلب من زمايله يجمعوا اكبر قدر من المعلومات من اجهزة المخابرات المختلفة، ولكنهم بيلاقوا صعوبة في انهم يعملوا كده. ده غير ان الاجراء ده هياخد وقت طويل. فوقتها بيقرر جيك يتواصل مع مسؤول روسي رافع المستوى وبيسأله لو ليهم اي علاقة بالصاروخ، ولكن المسؤول الروسي بيأكد له ان هما ملهمش اي علاقة بالصاروخ ده، وبيهدد بالرد السريع في حالة استهداف الاراضي الروسية. فوقتها جيك بيكون محتار ومتوتر لان هو مش موافق على اطلاق صاروخ نووي. ده غير ان هو ما يعرفش مين اللي ضرب الصاروخ اصلا. فبيتصل بخبيرة شؤون كوريا الشمالية في وكالة الامن القومي اللي اسمها انا، فبيتبلغوا ان في احتمال ان كوريا الشمالية هي اللي تكون اطلقت الصاروخ ده، ولكن ده امر غير مؤكد. وبتعرفوا ان في دول كتير عندها غواصات نووية منتشرة في كل مكان في المحيط الهادي، وكل الغواصات دي محملة برؤوس نووية. وبالرغم من كل ده برضه بيكون جيك مصمم على عدم استخدام صواريخ نووية للرادع لان المخاطر اللي هتحصل هتكون كبيرة. ولكنه بيكتشف ان في اعطال في الاتصالات عبر الاقمار الصناعية، وده بيخلي عملية تحديد المسؤول عن اطلاق الصاروخ امر صعب. فهنا جيك بيفهم ان هما بيتعرضوا لهجوم سيبراني، والهجوم ده اختراق شبكة الاتصالات بما فيها الاقمار الصناعية، وبالتالي بيفهم ان ورا الهجوم ده دولة كبيرة من اعدائهم. وفي اللحظة دي بيفشل اخر صاروخ في اصابة الهدف. فهنا انطوني بيتصل بالرئيس الامريكي شخصيا، واللي صورته ما بتكونش واضحة اثناء الاتصال، وبيكون ليه رمز متعارف عليه اسمه بوتوس. وساعتها انطوني بيطلب الاذن من الرئيس ان هو يضرب جميع الاهداف اللي محتمل يكون ليها يد في الموضوع، وده قبل ما الدول دي توجه لهم ضربات تانية. وبيعرفوا ان هم خلاص حددوا الاهداف دي كلها ومش فاضل غير تاكيد امر اطلاق الصواريخ النووية. ووقتها انطوني بيكون شايف ان هم خلاص خسروا ولاية شيكاغو، وده مع ان لسه قدامهم 4 دقايق قبل انفجار الصاروخ. لكن الرئيس بيرفض كلام انطوني وبيطلب منه يحدد الجهة المسؤولة عن الصاروخ بس، لان هو لو اداله الامر هيتسبب في حروب نووية شاملة. فبيتضايق انطوني من كلام الرئيس الامريكي لدرجة انه بيقوم من مكانه بيرفض يكمل المكالمة. ولكن وقتها جيك بيتواصل مع انطوني وبيعرفوا ان هم قلقانين بسبب تحرك الغواصات الامريكية في المحيط الهادي. ده غير كمان ان هم رصدوا طيارات شبحية بتطير في مكان قريب من مجالهم الجوي، فبالتالي هم كمان حركوا غواصاتهم النووية ناحية السواحل الامريكية. وبيقول جيك ان هو اتفق مع رئيس الوزراء الروسي يسحب الغواصات اللي قربت من امريكا، وده بيثبت صدق كلامه لانهم كده ملهمش علاقة بالصاروخ. ولكن في المقابل رئيس الوزراء الروسي طلب منهم محدش يخترق مجالهم الجوي، وكمان ما ينفذوش اي ضربات نووية قريبة من ارضهم. ووقتها جيك بيطلب من انطوني يقول قراره النهائي، وفي اللحظة دي بيكون فاضل دقيقتين بس على انفجار الصاروخ. وهنا انطوني بيكون اصدر اوامر بالاستعداد لاستخدام الرؤوس النووية، وبنشوف قائد الغواصة وهو بيدوس على زرار الاستعداد، وبعدها بيبلغ ان هو في انتظار رموز اطلاق الصواريخ. وهنا انطوني بيبدأ يشرح للرئيس الامريكي ان هما لو ما نفذوش الضربة النووية هيكون موقفهم ضعيف قدام العالم، وبيعرفوا ان ده هيعتبر اعلان استسلام امريكا قدام اعدائها في كل مكان في العالم. وبيقول انطوني ان ما ينفعش اللي ينفذ الهجمة دي يفلت من العقاب، وبينصحه يفعل رموز اطلاق الصواريخ النووية، وده لان هو الوحيد اللي عنده السلطة علشان يعمل كده. وبينهى انطوني كلامه وبيسأل الرئيس الامريكي عن قراره الاخير،
فبيطلب منه الرئيس الامريكي يديله مهله لمده دقيقه واحده. وهنا بنرجع بالزمن لورا قبل اكتشاف الصاروخ، وبنشوف الرئيس الامريكي وهو بيحضر حدث رياضي مهم. واول ما الحارس الشخصي بيعرفوا بان في صاروخ بيتجه للاراضي الامريكيه بيتم سحب الرئيس فورا من المكان، وبيتحرك موكب الرئيس باقصى سرعه لحد ما بيوصلوا للمطار. وهناك بيركب الرئيس الامريكي طياره رئاسيه وبيطير في الجو، ووقتها بيفضل يتابع اللي بيحصل مع انطونيو جيك. وفي نفس الوقت ده وزير الدفاع الامريكي بيكون في مكتبه وبيحاول يتصل ببنته اللي عايشه في ولايه شيكاغو، وبيرفض يمشي مع الحارس الشخصي قبل ما يكلمها، ولكن للاسف لما بيكلمها بترفض تتكلم معاه. وبنعرف ان بنته مقطعاه من فتره وعايشه لوحدها، وساعتها بيحزن وزير الدفاع من تصرف بنته معاه، وبيقرر ان هو ينهي حياته ويرمي نفسه من فوق المبنى قبل ما يركب الطياره. وبنرجع للرئيس الامريكي وهو بيتصل بمراته علشان يطمن عليها، وبيظهر ان مرات الرئيس في رحله لغابات افريقيا، وبيكون واضح ان الرئيس الامريكي متوتر وبيحاول يتكلم مع مراته علشان يهدى اعصابه قبل ما يقول قراره النهائي. وبعد ما بينهي المكالمه بيتكلم مع الضابط المسؤول عن الحقيبه النوويه واللي بيكون فيها جهاز اطلاق الصواريخ، ووقتها الضابط بيقول ان مفيش قدامهم غير اختيارين، وهما الاستسلام للامر الواقع واللي نفذ العمليه دي ما ياخدش جزاؤه، او انهم يطلقوا الصواريخ النوويه على كل اعدائهم في كل مكان في العالم، وده هيكون افضل رد على ضرب ولايه شيكاغو. فهنا الرئيس الامريكي بياخد قراره وبيطلع من جيبه رموز اطلاق الصواريخ وبيملاها للضابط. وطبعا معنى الكلام ده ان كل اعداء امريكا اللي هينضربوا بالصواريخ النوويه دي هيردوا هم كمان لما ينضربوا، يعني كده هتكون حرب نوويه هتقضي على الكوكب. وفي نفس اللحظه بنشوف كبار المسؤولين وهم بيجروا بسرعه علشان يستخبوا في الملاجئ، وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخص جديد هننزله، وما تنساش تصلي على النبي.